هل الامتناع التام عن السكر يعني إني ماشي صح؟ وهل فعلا الجسم يحتاج سكر أم نقدر نعيش بدونه؟ خليني أبدأ معك بسؤال مضاد. لما نقول سكر إيش تقصد؟ السكر الأبيض ولا الحلويات أو المشروبات ولا تقصد أي شيء يرفع السكر في الدم؟ هنا يبدأ الخلط. الجسم يحتاج جلوكوز نعم، لكن لا يحتاج سكر مضاف. خلينا نفصلها ببساطة. لو أنت امتنعت عن السكر الأبيض والحلويات والمشروبات المحلاة، أنت كده ماشي في الطريق الصحيح 100%، لأن هذا النوع من السكر لا يغذي، لا يشبع، ويرفع السكر بسرعة ويتعب البنكرياس مع الوقت. طيب لو قلت أنا بوقف السكر نهائيا، لا فاكهة، لا نشويات، لا خبز، لا أرز، هل هذا صح دائما؟ هنا لازم نوقف شوي. الجسم ذكي، ولو ما دخلت له سكر مع الأكل بيصنع الجلوكوز بنفسه من مصادر ثانية زي البروتين والدهون عن طريق الكبد. يعني باختصار ما في شيء اسمه صفر سكر في الجسم حتى لو ما أكلته. لكن السؤال الأهم، هل كل الناس يناسبهم الامتناع الكامل؟ الجواب لا. في مرضى سكر لو قطعوا أكل الكربوهيدرات فجأة يتعبوا، يدوخوا، ينخفض السكر، أو يصير عندهم إرهاق شديد. وفي ناس بالعكس يناسبهم تقليل قوي ومدروس. طيب الحل وين؟ الحل مو في المنع التام ولا في الأكل المفتوح، الحل في التحكم والاختيار. مثلا سكر مضاف اعمل له إكس، عصيرات إكس، حلويات إكس، لكن في المقابل خضار أوكي، فاكهة بكمية محسوبة أوكي، نشويات مع ألياف وبروتين تمام. والأهم من هذا كله راقب جسمك، وراقب قراءة السكر قبل وبعد الوجبة، لأن جسمك هو اللي يعطيك الجواب الحقيقي. السكر مو عدو مطلق، لكن سوء استخدامه هو العدو. والسؤال لك الآن، هل جربت تقطع السكر دائما؟ وكيف كان شعورك وقراءاتك؟ في الأخير إذا عجبك الفيديو شاركه مع ناس آخرين لكي يستفيدوا. في الآخر أنت أخبر بصحتك.